مليون دولار، الثاني بياخد 4 مليون دولار. ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي يوصل النهائي، وحتى احنا قابلين ان احنا نلعب المباراه النهائيه، حتى لو هناخد المركز الثاني مفيش عندنا اي مشكله، بس نبقى اتقدمنا خطوه للامام. وطموح النادي الاهلي طبعا اقوى من كده بكتير، احنا عنا على الكاس، لكن واحده واحده رجاله، واحده واحده ان شاء الله نوصل للقمه. النادي الاهلي داخل له اليومين الجايين دول موارد قويه جدا جدا جدا، من بطوله الاميره السمراء 4 مليون دولار، زائد الفلوس ان شاء الله اللي هتخش الخزنه من كاس العالم للانديه، زائد عقود الرعايه، زائد حاجات كتير جدا مميزات هتخش النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي من نجاح لنجاح. النادي الاهلي يا جماعه ما عادش كبير افريقيا بس، لا، النادي الاهلي بقى كبير على افريقيا. النادي الاهلي مكانه اوروبا. تعمل جاهده مجلس اداره النادي الاهلي وتشتغل الفتره اللي جايه دي اكتر واكتر واكتر، عشان النادي الاهلي يعلو ويعلو ويعلو في سماء افريقيا اكثر ثم اكثر. وعايزين مهاجم جامد كده شويه يا رجاله، عايزين مهاجم يا كابتن محمود، مهاجم قوي يجيب الفرص اللي بتضيع دي من النادي الاهلي. النادي الاهلي بيوصل كتير جدا للجول، لكن عايزين هداف فايتر يخلص الكور دي ويحرز اهداف، عشان الاهداف اللي بتضيع دي ملهاش اي لازمه، ملهاش اي لازمه. في نهايه الفيديو بحب اشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي ذهبوا وراء الفرقه وراحوا ويشجعوا في ملعب مركب الخامس، وفضلوا مع النادي الاهلي حتى وهم جايين في المطار. وبقول للمشجع الزملكاوي تعيش وتاخد غيرها، طبعا كلنا عارفينه اللي قابلوه لعيبه النادي الاهلي في المطار وقعدوا يهزروا عليه ويضحكوا عليه. تعيش وتاكل غيرها، انت مكانك معروف، وانت صوره مسيئه جدا جدا لكل جماهير مصر اللي متعصبه، اللي بتكره نفسها، المثل بيقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. بالمثل ده هختم الفيديو، ومسك الختام